اليوم زيارة مدرسة فريق البطحاء. أكيد وجودهم تثبيت ما قام فيه الجهاز الفني خلال الفترة الماضية من تطوير وتعليم للاعبين. اليوم نشاهد ما تم تطويره في الفترة السابقة ووضع البرنامج السابق ومتابعته بشكل تفصيلي في مباراة اليوم. طبعا هذه المباراة تعطي التقييم للجهاز الفني مدى البرنامج المعمول به، مدى العمل القائم عليه هذا البرنامج، والحمد لله رب العالمين ما نشاهد حقيقة تطور جيد وملموس في اللاعبين، تطور جيد ملموس في الأجهزة الفنية، في البرنامج بشكل عام، في النظام، في الأكاديمية اللاعبين. اليوم لقاء حبي أخوي يجمع بين مدرسة بطحاء الساحل الكروية وأكاديمية العلوي. مثل هذه التجمعات وهذه اللقاءات لها أهمية كبيرة في صقل مواهب الشباب واكتشاف لاعبين يخدمون ولاية السويق، وأيضا خلق بيئة تعليمية وخلق بيئة رياضية مناسبة، ونتمنى أن نظهر بمستوى أخلاقي وكذلك مستوى رياضي يليق بمدرسة بطحاء الساحل وكذلك يليق بسمعة أكاديمية العلوي. فائدة انتشار الأكاديميات والمدارس الكروية في الولاية طبعا لها آثار إيجابية كثيرة، منها أن احتواء اللاعبين ويقضوا وقت فراغ يعني يكون يعني تحت سقف آمن ومكان آمن وتحت إشراف مدربين ذو كفاءة ذو خبرة، ويعني ويبتعدوا عن الأشياء السلبية مثلا. فأنا أشجع صراحة يعني الفرق الأهلية في الولاية والرجال الأعمال أيضا يعملوا دائما أكاديميات هذه والمدارس لما لها يعني من فوائد للفرق الأهلية وتغذية أيضا الأندية والمنتخبات بهذه اللاعبين، يعني يصيروا لاعبين ذو جودة عالية راح تفيد المنتخبات والفرق الأهلية والأندية.